احنا الملوك، احنا الزمالك. رجعنا تاني لتغطية اخبار نادي الزمالك مع بداية الدوري. الزمالك افتتح الدوري بمكسب مهم جدا على فرق من الفرق التقيلة اللي موجودة في الدوري، مع مدرب بلغة الكورة رخم علي ماهر. قدر الزمالك ان هو يكسب سيراميكا كليوباترا 2-0. الجون الاولاني جابه ناصر ماهر، والجون التاني الجميل والعظيم لمحمد شحاتة اللي كان نجم الزمالك طوال المباراة. شفنا صفقة واحدة بدأت في التشكيل الأساسي، شيكو بنزا. ما تقدرش تقيم أي لاعب على مستواه في أول لقاء مع الجماهير، مع ضغطة الماتش، مع فرقة تقيلة مش فرقة سهلة سيراميكا كليوباترا، ولكن في المجمل أداؤه مش بطال ومش هنقدر نحكم عليه ولا هنظلمه دلوقتي. لازم ياخد 4-5 ماتشات عشان تقدر تعمل تقييم كامل عليه. ولكن في لعيبة تانية بتبان من لمستها. معالي مجرد ان هو نزل، لا عنده كورة وما بيخافش والتحاماته قوية ولمسته في الكورة باين ان هو لعيب كورة، وهيفرق مع الزمالك جدا لما ياخد ماتشات وياخد على الجمهور. هيفرق جدا مع الزمالك وهيبقى ليه بصمة السنة دي. من لمسته باينه ان هو هيبقى ليه بصمه الموسم دوت. ادم كايد لعيب هادي عاقل، قدر ان هو يعمل باص سحري لناصر ماهر اللي بدوره ما كانش خايف، خد الكوره. وهي دي الثقه اللي احنا بنتكلم عليها على اللعيبه. ناصر ماهر لعيب كوره، استلم الكوره جوه ال18 ما عندوش مشكله خالص، ظبط الكوره وشاطها. اي نعم هي خبطت ودخلت، ولكن هي كانت كده كده رايحه يعني باذن الله طبعا. بس هو خد الخطوه صح وخد القرار صح. وكان ليه واحده الشوط الاولاني جميله لما لف بالمدافع وحطها وجت جنب العارضه. الزمالك في المجمل في حاجه جديده، في روح جديده. بدايه الموسم مهمه جدا انك انت تقدر تكسب، بدايه الموسم مهمه جدا انك انت تقدر تعمل اداء يرضي الجمهور. اهم حاجه في الماتش ان الجمهور خارج راضي، جمهور الزمالك خارج راضي على مستوى الفريق، راضي على مستوى الاداره، راضي على مستوى المدير الفني. وهي دي اهم حاجه دلوقتي، الدعم ثم الدعم ثم الدعم. ومستنيين جمهور الزمالك يوم السبت ماتش المقاولين. مهم جدا جمهور الزمالك يكون موجود، يعمل ملحمه جديده، يكون في ظهر لعيبه الفريق، ويكسب ان شاء الله باذن الله الزمالك. وخطوه خطوه نقرب من هدفنا ان شاء الله، والبطولات جايه باذن الله لنادي الزمالك.